ساندويتش البرجر في الإعلان بيبقى طالع منه بخار والجبنة سايحة زي مشاعرنا أيام الخطوبة، وأول ما تطلبه ديليفري يجيلك مفعوص بحتة لحمة بائسة وكأنه واخد علقة موت في السكة. أهو ده بالظبط يا سيدي اللي بيحصل لك أول ما تفتح الإنستجرام والريلز. تفتح الموبايل من هنا تلاقي الكوكب كله نط من سريره ونزل في حمام سباحة في المالديفز، والناس كلها بتاكل أكل أنت مش عارف تقرأ اسمه أصلاً. ده بياكل ستيك متغطي بذهب، ودي بتشرب قهوة بوشين في باريس، وتشوف ترندات ناس بتعمل مفاجآت لبعض وعربيات بفيونكة حمراء، وانت قاعد على المرتبة مصوصة مكسورة لابس الكلسون الكحلي الأصيل بتاعك وبتاكل سندوتش جبنة رومي ناشفة من امبارح، وفجأة تحس إن حياتك لونها رمادي أبيض وأسود، وإنك الكائن الوحيد اللي مضحوك عليه في مجرة ضرب التبانة. ليه بنسيب حياتنا ونقعد نتفرج من خرم الباب على حياة غيرنا ونكتئب؟ السوشيال ميديا دي يا صاحبي عبارة عن فلتر، فترينة عرض، ومحدش، ركز معايا، محدش بيحط خيبته في الفترينة. كلهم بيحطوا أحلى صورة بعد 50 محاولة تشفط الكرش وتظبط الإضاءة. اللي بيتصور وهو بيضحك في العربية الغالية ممكن يكون مديون لطوب الأرض وبيسف تراب، واللي بتنزل صورتها وهي سعيدة مع جوزها وكاتبة ماي سويتي ممكن يكونوا لسه ماسكين في خناق بعض من 5 دقايق. صحتك النفسية دي أغلى من إنك تحرقها على فيديو 15 ثانية لواحد ما تعرفوش. الرضا والامتنان هم الدوبامين الطبيعي اللي هيخليك تشوف الكلسون الكحلي ده أحسن من بدلة جورج أرماني. أشكر ربنا على النعم اللي في إيدك، الصحة، اللقمة الحلال، الستر، دي الحقيقة اللي بتخلينا ننام مرتاحين. الرضا ده حصن أمان لصحتك النفسية. السعادة مش إنك تعيش حياة خالية من المشاكل، السعادة إنك تتقبل الفاصل اللي في حياتك. افرح باللي معاك، كوباية الشاي بالنعناع اللي بتشربها في البلكونة بمزاج ورضا أحسن من 100 كابتشينو بيتشرب عشان بس نتصور بيه ونغيظ بيه الناس. ركز في ورقتك وسيبك من لجان التيك توك. لو حسيت إن الكلام ده لمس الغلبان اللي جواك وطبطب على كتفك، اديني واحدة لايك متينة بعد إذنك، واخبط زرار الاشتراك في دوبامين الغلابة. خلينا نظبط هرمون السعادة من غير فلاتر ولا اشتغالات. وانزل دلوقتي في الكومنتات تحت قولي إيه أكتر حاجة شفتها على السوشيال ميديا وانبهرت بيها، ولما شفتها في الحقيقة طلعت فنكوش ومقلب. هستنى حكاياتكم. سلام يا صاحبي.